السلام عليكم. غادي نشارك معكم واحد العصير عجيب كيرفع المخزون ديال الحديد، صالح الناس اللي عندهم فقر الدم، اللي ذاتهم فاشله، ما عندهمش القوه، ما عندهمش الطاقه. غادي نشارك معكم هذا العصير بالدليل. انايا هي التحليله ديالي، كان عندي نقص في الخزان ديال الحديد، كان عندي نقص بزاف، كنت كنحس بالذات ديالي عيانه بزاف. والحمد لله ملي بديت نستعمل هذا العصير لقيت عليه واحد الراحه، واحد التحسن كبير. هذاك الشيء علاش بغيت نبارطاجيه معكم، وحتى نتوما بارطاجيو لو ماكسيموم هذا الفيديو هذا باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس اللي كيعانيو ولا مساكن مرضين، ولا حيت الادويه ديال الحديد ولا ديال فقر الدم راه الاثمنه ديالهم باهظه. فقط يستعملوا هذا العصير هذا راه كيعطي نتيجه فعاله، وغادي تلقاو عليه تحسن، وغتلقاو عليهم راحتكم ان شاء الله. واول حاجه غادي ناخذ نص بصله، من الاحسن تكون بصله حمراء، كنقطعوها كطريفات صغيورين باش كيساعد انها تطحن لنا دغيا في الخلاط الكهربائي. من بعد كناخذ حبه ديال البرتقال حتى هي كنقشروها وكنحيدوا لها العظم ديالها وكنديروها حتى هي باش تطحن. من بعد كناخذوا المعدنوس والكرافس، ماشي القزبر، كناخذوا الكرافس اللي عنده واحد الفوائد عجيبه مع المعدنوس. كناخذوا المعدنوس والكرافس حتى هما كنغسلوهم مزيان وكنقطعوهم طريفات صغيورين وكنديروا كلشي باش غادي تطحن مع بعضياته. من بعد كناخذ حبه ديال الجزر حتى هي كنغسلوها وكنقطعوها طريفات صغيورين. الجزر عنده بزاف ديال الفوائد، وهذا العصير هذا تقدروا تشربوه يوميا ولا ديروه نهاريه نهار لا. بحال دابا الا كنتو غادي تشربوه يوميا، حاولوا انكم ما تشربوش البصله يوميا حيت مجهده شويه، استغناو على البصله وديروه يوميا. المهم انا كندير كميه وفيره وكنخلطها، كنقسمها على النهار كامل. كل مره كنت كنشرب منه شويه، كنخليه هكايا في داك الكويس، وكل مره كندوز معاه كنشرب شويه، ولا تشربوه دفعه واحده. من بعد خديت نص باربه قشرتها وتا هي قطعتها طريفات صغيورين. ما نقولش لكم على الفوائد ديال الباربه، راه فيها فوائد بزاف، غنيه بالحديد، بالبوتاسيوم، المغنيسيوم، فيتامين بي 6، الفيتامين سي، فيها حمض الفوليك، فيها بزاف ديال الفوائد. كنت تعرفوا الفوائد والقيمه الغذائيه ديال الباربه، كون راكم ديما كتاكلوها غاديين وكتاكلوها. المهم من بعد كندير هذا الشيء هذايا في الميكسور باش غادي تطحن، ودرت عليه معلقه كبيره ديال العسل الحره. الا متوفره عندكم غير باش تحلوا هذا العصير، الا متوفره عندكم ديروها، ما متوفراش تقدروا تستغناو عليها. المهم هاد العسيله هذه غير باش نقدروا ندوزوا هذا العصير هذا. صافي من بعد كنطحنوه مزيان. حاولوا انكم تطحنوه مزيان، ومن بعد ما تصفيوهش خليوه هكاك بداك الشتف ديالو، حيت الا صفيتوه شي ما درناه. صافي من بعد ملي كطحنوه كتوزعوه على النهار كامل، كل مره شربوا منه شويه اولا شربوه هكايا دفعه واحده، حيت انا كندير كميه وفيره كنشربوها كثلاثه ديال المرات في النهار. راه فيه بزاف ديال الفوائد. هو هذا العصير بارطاجيو اخوتي لو ماكسيموم باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس. وبسلام عليكم.